أهلا بيكم في الحلقة الجديدة من الكورس. بعد ما عرفت إزاي تشتغل على منصة تاجر وعرفت إزاي تشتغل على منصة إنجزني، جات النقطة المهمة: إزاي تعرف الوينر برودكت بتاعك أو إزاي تختار المنتج اللي أنت هتشتغل عليه. واحدة من أهم النقط في شغل الأفيليت ماركتينج هو اختيارك للمنتج الصح اللي قادر إنه يكسبك فلوس كويسة وقادر إن أنت تبيعه بشكل كويس. طيب إزاي هختار الوينر برودكت ده؟ في طريقتين. رقم واحد هو التحليل للسوق والطلبات. لازم اعمل انالايز للسوق علشان اعرف السوق محتاج ايه واقدمه له. او الطريقه التانيه بعيد عن التحليل وهو التجربه، او بنسميه اسلوب الفارم او المزرعه. يعني ايه اسلوب الفارم او المزرعه؟ يعني انت بتشتغل على عدد من المنتجات وبتبدا تعمل لهم كلهم حملات اعلانيه بسيطه بتست بيها المنتجات، وبتشوف اكتر منتج بيتباع فيهم هو ده المنتج الوينر بالنسبه لك اللي هتاخده وتضخ عليه كل الميزانيه بتاعتك في الحملات الاعلانيه او كل تركيزك في التسويق الالكتروني. فدول الطريقتين. طيب كل طريقة منهم بتشتغل ازاي واقدر ان انا استخدمها ازاي؟ تعال بينا نعرف. اول حاجة هنتكلم عنها وهي الطريقة الاولى اللي انت بتعمل فيها تحليل للسوق. ازاي هتعمل تحليل للسوق؟ رقم واحد، هتبدأ ان انت تستخدم الادوات الخاصة بالكلمات المفتاحية علشان تشوف معدلات البحث على الكلمات المفتاحية دي. زي ايه؟ زي جوجل كيوردز وزي ابر سجست وزي جوجل ترندز. دي الحاجات اللي انت ممكن تعرف منها الناس بتدور على ايه بشكل كبير، وايه اكتر حاجه بتتكتب في محركات البحث، وايه اكتر حاجه الناس بتدور عليها. وده هيساعدك في انك تعرف اكتر منتج مناسب انك تشتغل عليه. ولازم تكون عارف نقطه مهمه جدا: انت اللي بتحدد المجال اللي هتشتغل فيه. انت اللي بتحدد المجال اللي انت فاهم فيه، او انت اللي بتحددي المجال اللي انت فاهمه فيه. يعني انت اللي عارف هل انت بتفهم في منتجات التجميل، ولا انت بتفهم في الملابس، ولا انت بتفهم في الكوتشيات. لازم تختار حاجه انت على الاقل عندك اي معلومات عنها او عندك اي وعي بيها، علشان تقدر ان انت تبتكر وتفكر في احسن طريقة تسويق للحاجات دي. فمهم انك تختار النيتش او المجال اللي هتشتغل فيه. وعشان تبقى عارف، لان دي جملة دارجة في المجال اللي انت داخل عليه بتاع التجارة الالكترونية: نيتش يعني مجال معين. نيتش يعني مثلا هشتغل في نيتش الملابس فمجال الملابس، او هشتغل في النيتش بتاع الاحذية، او هشتغل في النيتش بتاع منتجات التجميل. فنيتش يعني مجال معين، او يعني زي ما بنقول كده فيلد او حاجه معينه من الحاجات بتاعه التجاره الالكترونيه الكتير. فانت بتختار مجال معين هتشتغل فيه. نرجع لموضوعنا تاني: ازاي هنعمل تحليل للمجال بقى اللي احنا اخترناه؟ يعني وليكن مثلا انا اخترت مجال الملابس، فببدا اول حاجه ابدا ان انا اخش على الادوات بتاعه الكلمات المفتاحيه زي ما بقول لك: ابر سجست، جوجل كيورد، جوجل ترندز. وابدا ان انا اشوف الناس بتدور على ايه في مجال الملابس، الناس بتكتب ايه في بحثهم على كلمات او في بحثهم عن مجال الملابس. هل مثلا بيكتبوا خامه تيشيرت معينه؟ هل بيكتبوا شكل تيشيرت معين؟ وابدا ان انا ادور وابص واشوف معدلات البحث الكبيره محطوطه على ايه، واشوف الناس دي بتدور على ايه. طيب، ورقم اتنين ان انا اتابع طبعا الترندات اللي بتحصل على يوتيوب وانستجرام وتيك توك وفيسبوك. الناس بيدوروا على ايه، حابين يشتروا ايه. زي ما انت عارف في منتجات كده بتطلع ترند مره واحده، زي ما كنت بقول لك على الكوتشي النيكد وولف اللي كان طالع ترند مره واحده والناس كلها عاوزه تشتريه. فانت مهم تعرف الناس بتفكر ازاي وعاوزه تشتري ايه. تشوف الانفلونسرز بيعملوا اعلانات لايه. الانفلونسر ده طالع بيعرض كوتشي معين، طالع بيعرض شكل تيشيرت معين، طالع بيعرض منتج معين، تبقى شايف هو بيعرض ايه والناس بتدور على ايه والناس عاوزه تشتري ايه. من اكتر الحاجات المهمه ليك وانت بتحلل السوق بتاعك هو انك تبقى بتشوف ومتابع الناس دي بتدور على ايه. الناس دلوقتي على تيك توك بيقولوا ايه، الناس دلوقتي على فيسبوك بيقولوا ايه، الناس بتدور على ايه تشتريه. لان ده هيبقى اكتر حاجه هتساعدك انك تختار الوينر برودكت بتاعك اللي هيخليك تقدر ان انت تبيع منه بشكل كويس، وده اللي هيوصلك للمكاسب اللي انت بتفكر فيها وعاوز توصل لها. فاحنا كده عرفنا طريقتين: رقم واحد ان انا اشوف معدلات البحث على الكلمات عن طريق الادوات بتاعه الكلمات المفتاحيه: ابر سجست، جوجل كيورد، وجوجل ترندز. دي نقط مهمه جدا هقدر ان انا ادور عنها. طيب في كمان حاجه وهو ان انا اخش على امازون، اخش على جوميا، اخش على نون، واشوف الصفحات بتاعه البيست سيلرز او اكتر منتجات بتتباع على المواقع الكبيره دي. المواقع دي كبيره جدا، ناس كتير جدا بتخش تشتري منها. فممكن اخش اشوف الناس بتشتري ايه وايه اكتر منتجات بتتباع وايه هي اراء العملاء في المنتجات دي، علشان ممكن اختار منتج منهم او اقدر ان انا اجيب منتج منهم ابيعه عندي انا فالناس تبدا ان هي تشتري مني. فدول كده الثلاث طرق بتوع تحليل السوق اللي انت ممكن تبدا بيهم في البدايه. ايه البرامج بتاعه الكلمات المفتاحيه
زي ما قلنا ابر سجست، جوجل ترندز، وجوجل كيورد، وان انا اشوف البيست سيلرز على مواقع زي امازون، جوميا، ونون، وان انا اتابع الترندات واتابع اللي بيحصل على تيك توك وانستجرام وفيسبوك علشان اشوف الناس بتدور على ايه وابتدي ان انا اقدمه لهم. دي كده الطريقة بتاعة تحليل السوق. الطريقة رقم اتنين وهي طريقة الفارم او المزرعة، او ان انت تجرب المنتجات بنفسك. انت دلوقتي ممكن تخش تشوف مثلا شوية منتجات من على تاجر او شوية منتجات من على انجزني، وتبدأ ان انت تعمل اعلانات للمنتجات دي، وتشوف تحط فيه ميزانيات صغيرة، تعمل الاعلان بميزانيات صغيرة، وتبتدي تشوف ايه اكتر اعلان هيجي عليه رسائل، هيجي عليه طلبات الناس مهتمة بيه، فيبقى ده المنتج اللي الناس عاوزاه وده المنتج اللي الناس مهتمة بيه. ممكن تلاقي كمان ان في منتجين ثلاثة شغالين معاك كويس، فابدأ ان انت تشتغل على المنتجين ثلاثة، مش شرط منتج واحد. تبدأ بقى ان انت تاخد المنتجات دي وتركز قوي في ان انت تعمل لهم ماركتنج وتحط فيهم الميزانيات الاعلانيه الكبيره اللي هتجيب لك المبيعات. طيب، اول ما ابدا اختار المنتج بتاعي اعمل ايه؟ اطلب المنتج ده لنفسك، يعني اطلبه ليك في البيت وخلي المنتج ده يجي لك. ابدا ان انت اول حاجه اعمل له فيديو ريفيو. مش هتعمل اي حاجه، مش لازم تظهر بوشك لو انت مش حابب تظهر بوشك، مش لازم اي حاجه. كل الفكره ان الكاميرا هتبقى جايه من فوق، ايدك بس اللي باينه، وانت بتشرح المنتج وبتعمل له ريفيو زيك زي اي حد بيعمل ريفيو لاي منتج. ادي رقم واحد. رقم اتنين، صور المنتج شويه صور حلوه. رقم ثلاثة، اكتب بوست للمنتج اكنك بتحكي تجربة عن المنتج ده. يعني مثلا والله انا احمد كنت بدور مثلا على بنطلون مريح ويكون شكله حلو، فاخترت البنطلون الفلاني وفعلا لما جربته حسيت كده. بتحكي للناس تجربة مستخدم عادية جدا، والناس بتهتم جدا ان هي تسمع الكلام ده. فمهم برضو انك تعمل ده. وبعد ما تعمل المحتوى بتاعك تبدأ ان انت تشتغل بقى عليه ماركتنج بشكل قوي، وان شاء الله تعمل اكبر مبيعات ممكنة. ولو عندك اي سؤال او في اي حاجه انت مش فاهمها في كل اللي شرحناه عموما، ممكن ان انت تبعت لنا على الواتساب، ابعت لي السؤال بتاعك، قول لي ايه هو اللي واقف معاك، وهعمل لك فيديو يرد عليك، او هعمل لك فيديو يقول لك الشرح بتاعك، او هكلمك بشكل شخصي كمان واقول لك على شرح مشكلتك واشرح لك سؤالك ده. مهم قوي انك تكون بتعرف تعمل ماركتنج، لان دي اهم نقطه. احنا كل اللي احنا بنشرحه في الكورس ده هي طريقه الربح عن طريق انك تعمل تسويق الكتروني. فلو ما بتعرفش تعمل تسويق الكتروني، ممكن دلوقتي تاخد الدبلومه بتاعتنا هنا بتاعت ذا جود اكاديمي، هتفيدك جدا وهتعلمك كل حاجه من الالف للياء وازاي تشتغل بشكل كويس. ولكن اهم حاجه انك تكون بتعرف تعمل تسويق الكتروني، لان ده هو الفيصل في الموضوع بتاعنا، وهو ده اللي هيخليك تعرف تجيب مبيعات كويسه. وبكده تكون حلقتنا النهارده خلصت، واشوفكم الحلقه الجايه.